تعاقب الأجيال في بلازموديوم الملاريا. محتاجين نعرف إن بلازموديوم الملاريا ده أحد الأويلات الجرثومية اللي بتتطفل على الإنسان وعلى أنثى بعوضة الأنوفيلس. فنخلي بالنا إن العائل هو الإنسان والأنثى لبعوضة الأنوفيلس برضه. بتصب الأنثى المصابة لبعوضة الأنوفيلس السبوروزويتات في جسم الإنسان، وتتجه السبوروزويتات إلى الكبد، بتقضي فيه دورتين تكاثر لا جنسي بالتقطع، وبعد كده بتنفجر خلايا الكبد فتتجه العديد من الميروزويتات إلى الدم لتصيب كرات الدم الحمراء. بتقضي فيها عدة دورات ويخرج منها العديد من الميروزويتات، وتنفجر كرات الدم الحمراء كل يومين، فتخرج لنا مواد سامة والأمشاج وميروزويتات أخريات. وكون إن بيخرج مواد سامة كل يومين ده بيخلي الشخص يظهر عليه أعراض حمى الملاريا، وهي ارتفاع درجة الحرارة والرعشة والتعرق. وبالتالي هينقص عنده الجلوكوز بسبب استهلاكه، بينقص عنده الأكسجين، ونتيجة تكسير كرات الدم الحمراء هيصاب الشخص بالأنيميا وتضخم في الطحال، ويصل إلى تضخم الكبد، وبيسموها هيباتوسبلينوميجالي. بتتجه العديد من الميروزويتات اللي تصيب كرات دم حمراء أخرى، وبيخرج لينا الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنثة، ولن يتم التزاوج داخل جسم الإنسان، وننتظر إصابة بعوضة أخرى أو بعوضة أخرى تضع فمها في جسم الإنسان فتأخذ الأمشاج زي ما انتم شايفين. ليه بقى؟ لأن هي محتاجة تروح إلى قاعة الأفراح اللي اتفقنا عليها، وهي معدة أنثى بعوضة الأنوفيلس. تتجه الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنثة إلى معدة أنثى بعوضة الأنوفيلس، ويتم هناك الإخصاب ده الميل جاميتس الأمشاج المذكرة والفيميل جاميتس الأمشاج المؤنثة، ويتم الإخصاب داخل معدة أنثى بعوضة الأنوفيلس، ويجي لنا الزيجوت ده هيريد التحرر والخروج من معدة البعوضة، فيتحول الزيجوت إلى الطور الحركي الذي يسمى الأوكاينت، جاي من كلمة كاينيتيك انرجي. والأوكاينت ده يخترق جدار المعدة زي ما انت شايف، ويطلع حاجة اسمها أوسيست وهو كيس البيض بعد ما خرج من معدة البعوضة، ويتحول من 2 نون إلى نون نتيجة هذا الخروج، ويتجه كيس البيض لإنتاج الكثير من السبوروزويتات التي يتم تخزينها داخل الغدد اللعابية زي ما انتم شايفين لأنثى بعوضة الأنوفيلس، لإصابة شخص جديد مرة أخرى.